سلام. واش عارفين بان الفازلين عنده بزاف ديال الاستعمالات وكلها كتساعدك باش تبان زوين؟ في هذا الفيديو غادي نشارك معكم 5 ديال الحوايج السريه وما غاديش يقولها لك شي حد، واللي غادي تخليك تشوف فرق كبير في المظهر ديالك وغير بالفازلين، من العنايه بالشعر البشره حتى التلميع ديال الاحذيه. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وغادي نكتشفوا كيفاش الفازلين يقدر يكون الحل السحري ديالكم. اول حاجه غادي نبدا بها هي الشعر. كاملين كنعرفوا شحال الشعر مهم في المظهر ديالنا، ولكن واش عارفين ان الفازلين يقدر يكون سلاح سري للعنايه بالشعر ديالك؟ بزاف منا كيواجهوا مشاكل مع جفاف الشعر، خصوصا الناس اللي كيعانيو من تجاعد الشعر او الاطراف المتقصفه. الحل بسيط، الفازلين. الطريقه كالتالي: من بعد ما كتغسل شعرك كتاخذ واحد شويه ديال الفازلين وكتسخنها واحد شويه بين يديك، عاد كديرها على الاطراف ديال الشعر. الفازلين كيخلي شعرك يبان لامع ورطب بحال ما كاين حتى شي تكسرات ولا جفاف. وكنصيحه مهمه، ما ديرش الفازلين على الجذور حيت راه ثقيل ويقدر يزيد يدهن الشعر بزاف، وهذا الشيء اللي ما بغيناش. غير الاطراف اللي كيكونوا كيعانيو غالبا من الجفاف. كاينه واحد الحاجه اخرى اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش، الا كنتي كتستعمل جيل اولا شي سيروم باش تبقى تفيكسي به شعرك، فبغيت نقول لك بلي راه تقدر تستعمل الفازلين وغادي يعطيك واحد المظهر زوين وطبيعي وماشي قاصح بزاف. خذ غير واحد شويه وديرو فوق الجيل وغادي يبان شعرك ناضي ولامع. جربوها وردوا عليه. والا كنتي كتعاني من القشره اولا الحكه في فروه الراس، فراه الفازلين حتى هو كيساعدك باش تهنى من هذا المشكل. خذ غير شويه وديرها على فروه الراس ديالك وخليها لمده قصيره قبل ما تغسل شعرك. هذه الطريقه غادي تساعدك تهدئ الحكه وترطب الفروه ديال الراس. وفي الاخير الا كنتي كتعاني من الشعر المتطاير، يعني شعرك كيبقى ديما مخربق وكيبقى يطير ويتخسر، فراه الفازلين حل مناسب ليك. غتاخذ غير شويه وغادي ديرها في يديك وغدوزها على شعرك، غادي تلقى الشعر ديالك في بلاصتو وما بقاش غيطير. المهم هو انك تستعمل الفازلين باعتدال، ما ديرش كميه كبيره باش ما يبقاش يبان شعرك مدسم. دابا غادي نهضروا على البشره، حيت هاد النقطه كيغفلوا عليها بزاف ديال الدراري. وكيف ما كنعرفوا ولا كنسمعوا الناس كيقولوا ان العنايه بالبشره حاجه غير ديال الدريات فقط، ولكن الحقيقه هي ان البشره ديالنا حتى حنا كتحتاج العنايه وبزاف. وبطبيعه الحال الفازلين هنا كيجي بحال الحل السحري. اول حاجه خاصكم تعرفوها، الفازلين كيلعب دور مهم في ترطيب البشره. الا كانت البشره ديالك كتشرب الماء بزاف وكتحس بها ناشفه من بعد ما كتغسل وجهك، هنا خاصك تستعمل الفازلين باش تحبس الرطوبه داخل الجلد. كتحط غير واحد شويه من بعد ما كتغسل وجهك بصابون نقي، وديما ركز على المناطق اللي كتعاني من الجفاف، وكنضمن لك غادي تهنى من هذا المشكل كامل. وملي تكون فاشل في الحصول على ديك البشره المشرقه اللي كيبانوا بها النجوم، السر ديالهم هو الترطيب اليومي، وهذا الشيء تقدر تحققه غير بشويه ديال الفازلين. كتحطها في الليل على البشره ديالك وكتخليها حتى الصباح، غادي تفيق تلقى البشره ديالك رطبه ومشرقه. واخيرا كاين الناس اللي عندهم البشره ديالهم كتهيج بسبب الحلاقه، يعني فاش كتحسن كتحس باللي البشره ديالك كتبقى تهيج وكتبقى تحمار وتحرقك، وتقدر كاع ينوض لك واحد الحبوب صغير بحال هذا اللي كتشوف هنا. داكشي علاش فاش تحسن وجهك كنصحك تحط شويه ديال الفازلين مباشره بعد الحلاقه، غادي تهدأ لك البشره وكتعطيك واحد اللمسه ناعمه بلا مشاكل. دابا وصلنا للشفايف، وهذا الموضوع ضروري خاص كل واحد منا يعرف شنو يدير باش يتفادى التشقق والجفاف اللي كيعاني منه بزاف ديال الشباب، خصوصا في الشتاء او ملي كتكون في البرد بزاف او حتى الصيف تحت الشمس. كون صريح مع راسك، شحال من مره كتحس بلي الشفايف ديالك ناشفين؟ الحل هنا هو الفازلين. هذا الكريم العجيب واحد من افضل الطرق اللي كيمكن لك تستعملها باش ترطب الشفايف ديالك. الحاجه اللي خاصك تعرف هي ان الفازلين كيحبس الرطوبه في الشفايف وكيمنعها من التشقق. واش عرفتي علاش الشفايف ديالك كينشفوا بالزربه؟ حيت كيكونوا حساسين بزاف وما فيهمش الغدد الدهنيه اللي كترطبهم بحال البشره. فهنا الفازلين كيجي بحال الدرع اللي كيرطب وكيخلي الشفايف ناضين. اول حاجه قبل ما تنعس بالليل، خذ شويه ديال الفازلين ودير طبقه رقيقه فوق الشفايف ديالك، وملي تفيق في الصباح غادي تلقاهم رطبين وناضين وكاع ما فيهم هذوك التشققات المزعجه. وهذه العمليه سهله وما غاديش تاخذ لك حتى 5 ديال الثواني من وقتك. ودابا غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش ليها، وهي كيفاش الفازلين كيقدر يساعدك باش البارفان ديالك يبقى معاك لمده طويله. شحال من مره كتكون درتي فيها البارفان ديالك وكدوز غير شي ساعه ولا جوج ما كتبقاش فيك الريحه وكتحيد بالزربه؟ هادشي بزاف ديال الناس كيعانيو منه، ولكن الحل ساهل، الفازلين. باش تخلي العطر ديالك يدوم معاك لمده طويله وتكون الريحه قويه طيله النهار، جرب هاد التقنيه. قبل ما ترش العطر ديالك خذ واحد شويه ديال الفازلين ودير طبقه رقيقه في المناطق اللي غادي ترش فيها العطر ديالك. هاد الفازلين كيخلي العطر يبقى لاصق في البشره ديالك ويبقى معاك لمده طويله. العطر كيبقى شاد مزيان في الفازلين حيت الفازلين كيدير بحال الحاجز، وهنا غادي تلاحظ ان الريحه كتبقى فيك نهار كامل بلا ما تبقى كل ساعه ترش شويه. ما كاينش شي حل ساهل بحال هذا اللي قلت لك، ولا كيحتاج شي حاجه غاليه، غير شويه ديال الفازلين والعطر اللي ديجا عندك، وها انت هنيتي راسك من هذا المشكل كامل. اخر حاجه بغيت نشارك معكم اليوم هي واحد التقنيه بسيطه بزاف باش تبقى تلمع الاحذيه ولا شي حاجه عندك ديال الجلد، وهادشي كامل بطبيعه الحال غير بالفازلين. ياك اخويا العزيز،
كنعرف بزاف منا كيبغي يكون ديما المظهر ديالو يكون مرتب وناضي خصوصا في الاحذيه. هنا كيجي الحل السحري الفازلين. الا كانت عندك شي سبرديله ولا شي صباط ديال الجلد باهت ولا قديم شويه فكنصحك تاخذ غير شويه ديال الفازلين ودير على شي فوطه ولا شي شيفون عندك في الدار وكتمسح بها هذيك السبرديله ولا هذاك الصباط. غادي تلقى ان الجلد كيبدا يبري وكتولي فيه واحد اللمعه زوينه وكيبدا يبان بحال جديد. هاد التقنيه ما كتستعملش غير في الاحذيه فقط، فراه يمكن لك تستعملها حتى في الحقائب الجلديه ولا اي حاجه عندك ديال الجلد وكتبغي تبقى ديما محافظ عليها. فراه الفازلين هو الحل حيت كيحمي حتى الجلد باش يبقى مزيان لمده طويله. وهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحيله اللي شاركت معكم وبزاف ديال الامور اللي ممكن ديروها غير بالفازلين باش تبقاو ديما في افضل مظهر سواء في الشعر البشره او حتى العنايه بالحذاء ديالك. غير شويه ديال الفازلين كيدير العجب. ما تنساوش الفازلين هو واحد المستحضر اللي ساهل تلقاه بثمن قليل ولكن الفائده اللي كيعطيك تكون كبيره بزاف. جربوا هاد الحيل وشوفوا كيفاش غادي تبدلوا المظهر ديالكم الافضل. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لايك باش يطلع الفيديو للناس جداد، واي حاجه ولا اي استفسار خليوها لي في الكومنتات لتحت. وبطبيعه الحال اللي كنتي مازال جديد معنا او لاول مره كتشوفني ما تنساش دير ابوني لاشين باش يبقى يوصلك ديما الجديد، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو.